الفكره الصايعه دي؟ حرفيا ساندوتش بروتين، بدل ما تحط فيه سبريد دي 20 جرام فات ولا حاجه، حرفيا واي قلبته سبريد. ده الواي اللي بالكراملايز بيسكت، فانت عارف موديك في سكه الله اعلم لو في حاجه هتنزل ممكن تعملها سبريد توديك في سكه حاجه تانية، ما اعرفش. بس يعني 2 توست شويه بروتين، ساندوتش كده فيه بتاع 25 27 جرام بروتين كده على الماشي. ينفع قبل التمرين علشان مش تقيل على معدتك، وينفع فطار، وينفع عشاء، وينفع اي حاجه. سيبك انت بقى تفكر كده وتشغل دماغك. صباح الفل او مساء الفل عليكم يا رجاله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن من ايفولف. يا رب تكونوا شايفيني كويس وشايفيني عدل والشمس مش مبوظه الفيديو، ولو مبوظه الفيديو اظبطها بقى يا استاذ مهاب. حابب ان انا ابدا الفيديو ده بان انا اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لنا كومنت كده لطيف ظريف. اعمل نار مثلا، اعمل معزه، اعمل صباره، اعمل اللي انت عايز تعمله. بس ده فلوج مطرشم من الفلوجات الايفولفاويه من الطريق الى المسرح. دلوقتي انا تحت لا كاسا دي المضيء، وده طبعا باللغه التايلاندي وانت ما بتفهمهاش دي مشكلتك. فاحنا دلوقتي موجودين هنا علشان هنروح نتمرن تمرينه جامده جدا. بس الفكره ان التمرينه دي انا احتجت ان انا اعبر فيها قارات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجيم اللي احنا رايحينه اسمه ايرون فليكس، وايرون فليكس ده بالنسبه لي في بلد تانية لان هو في التجمع وانا ساكن في الشيخ زايد. فطبعا لازم نعمل وقفه في النص استراحه كده علشان نتجه الى البلد الغريبه اللي احنا رايحينها. انا بس ايه بهدى كده 5 دقايق. وطبعا يا شباب زي ما عودناكم لازم في بدايه كل فيديو، بس ده لازم في بدايه كل فيديو لازم نعمل ده علشان خلاص ده بقى حاجه زي يعني انتوا اهل خلاص بقينا عارفين المشاكل والحاجات دي مع بعضينا. المهم يا شباب نقعد كده دقيقه نهدى عشان الجو جامد جدا، درجه الحراره 37 والواحد بيفقس وبيعرق عرق هستيري. انا مش فاهم هو في ايه بصراحه، بس على العموم ده بدايه الفيديو. يلا بينا. ايه رايك يا كابتن عبده في الجيم؟ انت قلت للناس احنا هنعمل ايه ورايحين فين وكل ده. قلنا ان احنا نروح ايرون فليكس، بس انا ما توقعتوش يبقى فليكس للدرجه دي بصراحه. هو يا جماعه جيم زي ما الكتاب بيقول اصوات الحديد زي ما انتم سامعين. بصراحه انا متحمس جدا ان احنا ناخد تمرينه هنا، تحس كده ان انت ايه دخلت فاهم جيم ارنولد بيتمرن فيه حرفيا. شوت اوت لايرون فليكس، سيب الانستجرام بتاعهم هنا. انا عندي تشيست وظهر، خش معايا. خشها مع كابتن سيف المضيء. خش بقى على اجهزه نشوف انا وكابتن عبده بقى على الاجهزه دي هنعمل ايه. انا عارف اول حاجه هو يشتكي منها الفلايز، هتعرفوا ليه دلوقتي. يا عم ما في كيبل. بص يا شباب برضو انا حابب ان انا اقول حاجه، يعني وريني بس الميه دي كده يا كابتن سيف. عندنا شويه ميه نحطهم هنا، وعندنا بري جود ناخد سكوب. معلش بس يا كابتن سيف ممكن توريني العلبه دي بس؟ العلبه قرب يا مهاب. شايفين يا جماعه الكيس ده؟ الكيس ده اسمه ايه؟ سيليكا. اسمه سيليكا جل، وهتلاقي مكتوب عليه ايه؟ دو نوت ايت. انت فاهم؟ ده احنا بنحطه ليه؟ علشان الجو في مصر حر والدنيا رطوبه، ما تشيلوش. كابتن عبد الرحمن عايز يقول لكم فضلا وليس امرا ما تفتحش الكيس وما تشيلش الكيس، لان الكيس ده بالاخر البري، وده فعلا يا شباب البري من اكتر السبلمنتس الحساسه فعلا. فكيس فيه ما تشيلوش، اي حاجه تلاقي فيها السيليكا ما تشيلوش، ما تحطوش في حته حر نار، واحنا اصلا الجو اليومين دول حر ومولع وكله. بس برضه نقول لك حاجه معلش كده ما بقرب في برضه عشان الناس تسال، كوتشن البري بتاعي حجر سنه زي ما هو في المايه، رجه شويه كده زي ما كابتن عبد الرحمن عمل. قرب كده يا مهاب، قرب هتلاقي ان هو زي الفل. وهوريك حاجه تانية والله يا عم. في حد يقول لك مثلا ادي دي حته مكتله، شايفها؟ حط يا كابتن عبده، استنى بس كابتن موهوب بيوريها اهي. ودي سكوب كانت من المكتل سن. بص بقى كده نقلب من غير معلقه ولا اي حاجه. اتفضل كده يا مهاب. بص كلها ما تقلقش، التحجيره دي مش بتبوظ في البري نفسه، مش بتبوظ في المكونات او اي حاجه. ويا شباب عايز اقول لكم حاجه يا كابتن عبده، ثانيه واحده بس. اتفضل اكتب على جوجل كلامبي بري ورك اوت، هتلاقي اي براند هتلاقيه مكتوب ان هو ده حاجه ممكن ان البري ورك اوت يحصل فيه. فاحنا ما بنخترعش الذره برضه. بلس ده البيتا الينين والسترولين عشان احنا حاطينه بكميات محترمه برضه. صح؟ صح. يلا بينا. اول حاجه فلايز هنجيبها فاهم من ناحيتين،
هي دي عشان تتلعب باك ديك. لا لا عادي، دي طاره لازقه. باك ديك وريفرس. بس انت فكرة بقى لما تخلص ما ينفعش بقى تسيب ايدك الاثنين، لا. عشان لو سبتهم تتفلق نصين. يلا واحدة واحدة عشان نسخن كده. بس حلو في ان انت ستريتش فعلا أيوة، لحد دي حقيقة. وشوت اوت للتمرينة، اكتر تمرينة كابتن غامدي بيكرهها وبيلعبها في الاخر. هوب ها دي كده توب ولا دي؟ انا بص مش مريح قوي، فانا هلعبهم بوزد وستريتش بوزد وخفيف، ماشي. كتير. خلاص سيب واحدة، سيب. قرب كده مهاب. غالبا الناس شافت الفيديو ده كابتن مهاب، على بس احنا Evolve Way. انسبشن بالظبط. فالناس لو مش عامله فولو الايفولف واي لحد دلوقتي انت فايتك كتير، لان ايه الدنيا شويه كده انت بتكتشف ان ايه اللعبه مثلا عبده كان اخرها هنا، بعد كده تبقى هنا، بعد كده تبقى هنا، بعد كده تبقى هنا. ده اللي هو بنقول. اسمه ايه؟ رايز ابوف. رايز ابوف ميديوكر يعني ايه ميديوكريتي يا شباب؟ يعني العادي، بالظبط، وده مش عادي وده مش عادي. بس. يا عم مفيهاش خالص. ها ايزي. عشان عبده لسه هاش في تاني واحدة يلا هاش انا بأني 95 باوند
خمسة. انت بتقولي في 80. ما هي دي ال 80. انت بتقولي اخف من 70. ايوه انت تحس دي اخف من لان هي مش متركزه زي دي. اه ما اما دي بقول لك ايه. ماشي يلا. لا مش هقدر النهارده. 1 2 3 4 5 جمع اللي جوه بس 6 8 واحدة كمان ايزي. فوق. انا حسيت ان انا لعبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبعد كده فصلت كده بسرعه. الجيم ده اجواءه كده هو اجواء تسخن بصراحه. فاهم تحس ان يعني انتوا اقول لك بص بتقول بحس ان انا مش قادر اتمرن باجي هنا بحس ان لا هو الصراحه الفايبس حلوه يعني فاهم. عندك جماجم على الحيطه موتوسيكل بره خزان ميه في حاجات ومواهب برضو فوق اسمه في السلسله دي مثلا تجي لها ايه 17 كيلو مش عارف. بس احنا عندنا عقله يعني عندنا بول ابس مجموعتين. هنحاول نبقى الفيلير فشل العضله قريب منه شويه. ان انا بحاول ان انا حرفيا في العقله دلوقتي لما انزل واغطس في المقنص نفسه يعني يبقى في استطاله خصوه بيه. وده عامه سبب من الاسباب. هتلاقي الناس اللي بتلعب كاليستانكس او ويتد كاليستانكس مقنصهم كبير ان هم لما بيعلقوا الاوزان لما بينزل المنقص بتاعه بيحصل له استطاله خصوه يعني. ولا هي كانت بتلعب والله 4 5 7 10 يلا 8 ساعدك ممكن اطلعك واحده كمان. طلعني بالطريقه المصريه صح؟ هات يا عم. ده لما تلاقي واحد رابر لابس سلسله لحد هنا بقى صح؟ تقيله فشخ وقد كده. ومكانها مش عارف بتاع دي مثلا ايه بتاع 15 كيلو. انا حاسسها من 15 ل هي 17. مستفزه قوي على رقبتك كده. جرب بقى وانت تحت اغطس في السنكن في اللات قوي اللي هو حرفيا ريليس واثبت قوي. اثبت كده ثانيه تحت وسنكن فيه. يعني ده دهنج يا عبده من الاخر. ها ماشي. نار. لا وكمان هو انت فكره تحس رقبتك بول اب اول امبارح بقيت دخلتها في البروجرام فده كده ايه ده؟ في عفاريت في المراوح. عندنا هنا يا كابتن عبده جهاز آلة الزمن. جهاز آلة الزمن حرفيا. انت تبص له من هنا تفتكروا حاجه ظهرت. بص له من هنا والله يعني فعلا. بعد كده لما تيجي تقعد تكتشف ان انت تلعب ايه. تلعب ده كده خفيف. انا عايز نجرب الاول. يلا الاوزان. افتح رجلك بس اكتر من كده عشان هتقوم راجعه يا ابني. 1
وعلى فكره الكرسي اللي تحت ده بينزل بينزل؟ ما موجود بتاع، فلو حاسس ان انت ولا كده كويس. لا لا حلو. بعد ما تخلص تقوم جاي كده ورايق. وممكن تدعي الوزن وتلعب بلاك بريس حرفيا او سمانه، بس لا مش سمانه مش هتشتغل. يلا يا كابتن عبده، يلا التايم ماشين. ها بالراحه يا عبده شويه وانت ناس. حلو. ها حاسس بسنة بنش في كتفي فاكس. مش عايز اتغاشم الصراحة، مش حاسس ان هو عالي قوي على كتفك. على الله. 2 3 10 4 5 6. برجلك بقى ممكن تعمل نيجاتيفز ولا ايا كان. جامد. حلو حلو حلو. طلع عقد. بسم الله. ها ايزي. ها سمعك عبده اكتر اغنيه نشغلها والناس كلها تتبسط. جانجستر؟ لا حاسس مش مطمن لك. لا اغنيه كفو. كفو؟ لا كفو حلو مش وحش. لما نت اشتغل بس. ايه ده؟ ماشي. في هدوء الليل. بقى لنا 3 فيديوهات بناخد كوبي رايتس. المره دي كوبي رايت حقيقيه. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه. هو الناس اللي بتقعد تقول افتحوا التنزيل يا شباب، والله احنا ما بنقفلوش. بص يعني احنا لما بيبقى فيه اغنيه اكتشفت ليه بالظبط. ايوه أغاني. عشان الاغاني الكوبي رايتس. احنا الشباب لما بنحط، ما هو الناس تقول لك شيل الاغاني. في اغاني في الجيم يعني احنا مش بنشغلها. مشغلها من السماعات. اليوتيوب بيلقطها. فالفيديو بيجي له كوبي رايت. ده غصب عننا حرفيا. فما بتعرفش تعمله داونلود. ما بتعرفش تنزل. في فيديوهات ممكن تعرف تنزلها لو ما فيهاش اي حاجه، بس بتلاقي اليوتيوب بيلقط الحاجات. ايوه هي دي حقيقه. زي قناص كده. فهو اليوتيوب بيقتنص في وجه الصيف ضوي. في الساحة. وخيال. كام دول؟ مش عارف. واللي مش عارف. واحدة كمان. يلا. على قفلة الأغنية. في واحدة بتموت في الجيم. رجعنا جزء من ارض الوطن، هنعمل بوست ورك اوت ميل
عندنا هنا 200 جرام مكرونه، دول 200 جرام مكرونه مسلوقين وعليهم حوالي 100 جرام صلصه. انا دي 200 جرام مكرونه بتاع كابتن عبده، 200 جرام مكرونه بتاعتي. وكابتن عبد الرحمن هنحط لي هنا عندنا صدور فراخ مشويه، بس انا اللي هاكله انا هاكل دي كبده مشويه، هاخد منها 250 جرام مشوحه كده في نقطه زيت صغيره. وعندنا شويه سلطه هنا، هي مش عليها ملح بس احنا بقى عايزين نحط فوليوم زياده. والماكروز بتاعتي هتلاقوها هنا، والماكروز بتاع الكابتن عبد الرحمن هتلاقوها هنا. بس دي كده البوست ورك اوت. بعد كده بقى عايزين ناكل ونقعد بقى ايه ونتكلم ونشوف بقى اليوم يمشي ازاي. يلا بينا. مساء الفل او صباح الفل يعني في الحاله دي. الفلوج بيكمل اليوم اللي بعده. ان انا بصراحه رجعت البيت، خلصت شويه حاجات ودخلت حرفيا كده. ودلوقتي الساعه 10 وتلت الصبح، وانا المفروض نازل، بس قلت كده ايه اخلص الحته بتاعه الفلوج او نخلص الحته بتاعه اخر الفلوج يعني او النهايه دلوقتي يعني. بس قبل ما نقول بقى الكلام اللي انتوا عارفينه ونقفل في الفلوج، انا في موضوع حابب ان احنا نتكلم فيه او حابب ان انت تعرفه وتفهمه. وهقول لك برضو المثال، وهقول لك الحاجه اللي حصلت في التحضير اللي ممكن تفهم بيها الموضوع ده. انا الكام يوم اللي فاتوا وزني حرفيا زاد حوالي بالكيلو ونص وال2 كيلو الا ربع. ده بسبب قله نوم، بسبب ضغط عالي جدا في الشغل، وبسبب حاجات كتير ملهاش دعوه بالتحضير، ليه علاقه بحاجات بره التحضير. النهارده او اليوم بتاع الفلوج اللي انت بتشوفه، اللي هو اليوم اللي احنا اتمرنا فيه وانا وعبد الرحمن رحنا عند تيفا اتمرنا والكلام ده كله، وزني قل كيلو ونص، يعني رجع للعادي بتاعه. فده معناه ان الاسترس او التوتر قل. انا بقول لك حاجه، انت في حاجات دايما في حياتك بتحصل او ممكن يبقى فيه ستريس او التوتر او انت معدل الاسترس بتاعك عالي، فده ممكن يخلي ان وزنك يعلى عامه. وده ممكن يبقى بكذا سبب، ممكن يبقى ضغط شغل، ممكن يبقى ضغط بحاجه في الحياه، ممكن يبقى قله نوم، ممكن يبقى ان انت بتسوح نفسك وبتسحل دماغك كده على الفاضي اي حاجه ليها علاقه بالتحضير او ايا كان، او دماغك بتسوحك من الاخر يعني. فدي حاجه ما كانتش بايدي وما كانتش حاجه او مش حاجه انا عارف ان انا اتحكم بيها. ان النوم قليل كان في مشاكل في الشغل، الحمد لله الدنيا دلوقتي احسن. ف يعني اللي اقدر اقوله لك ان وانت بتنشف او انت بتحضر، العامل الرئيسي اللي هيخليك يا اما تاخد قرار وتتسرع فيه، يا اما تبقى هادي وراسي كده وعارف انت بتعمل ايه، هو الستريس او التوتر اللي انت فيه. خلي بالك بقى، هنشيل حاجه الحياه على جنب، لان ممكن الستريس وانت بتحضر يجيلك من حاجات في الحياه، وده طبيعي وده اي حد وارد ان هو يحصل له. بس الحاجه بقى اللي انت لازم تعرفها ان الستريس نفسه من البطوله مش زي ما انت فاكر. يعني انت اللي بتحط الخلل في نفسك ببساطه، انت اللي بتوهم نفسك ان انت تعبان، انت اللي بتوهم نفسك ان انت جعان، والحكايه والروايه وكله. طبعا ممكن في ناس تيجي تقول لي بسبب التحضيره في ناس بتتعب والحكايه والروايه والكلام ده كله، وفي ناس بتجوع بسبب التحضيره والحاجات دي كلها. بص، قبل حاجه انا عايز اقول لك ان سعراتي دلوقتي اصلا هي مش عاليه طبعا. انا باكل او بالنسبه لي باكل في ايام الراحه حوالي 1800، وايام التمرين حوالي، هو مكتوب لي 2300 بس انا باكل 2000 يعني حرفيا يعني. فممكن حد يقول لي انت مش عارف انت بتقول ايه والكلام ده. بص اقول لك حاجه، اول تحضيره او اول مره نشفت جامد او نشفنا جامد انا وعبد الرحمن كان في 2019. ممكن ترجع الفيديوهات اللي فاتت وتشوف المنصات يعني السيريز الصغيره اللي احنا كنا عاملينها. بس بالنسبه لي انا هتكلم عن نفسي، معدل الجوع كان عالي جدا ومعدل الاسترس كان عالي جدا، رغم ان انا الموضوع ده كان من حوالي 5 سنين ونص، وما كانش في اي حاجه بنعملها. ايفولف كان لسه بسم الله الرحمن الرحيم بتطلع كده، ما كانش في سبلمنتس، كنا اللي بنعمله كوتشنج بس، وكنا لسه في جامعه، فيعتبر ما كانش في مسؤوليات حياه كتير يعني، وكنا في اجازه كمان يعني، كنا لسه ما دخلناش الترم او السمستر اللي بعده يعني. فالحاجه الوحيده اللي كانت مخليانا ان احنا الاسترس يزيد هو الاسترس التحضير، لان انت بتبقى حاططها في دماغك بزياده. فالجوع كان عالي، كل حاجه فعلا كانت عاليه، لو انت بتفكر في الاكل، بتفكر في مش عارف ايه كذا كذا كذا، حاطط خلل في دماغك كده وسايبها. ففعلا دي كانت اصعب تحضيره بالنسبه لي. تقول لي طب التحضيره اللي فاتت اللي هي الطريقه المسرح الموسم الاول او الطريقه المسرح الموسم الثالث، انا عايز اقول لك انا كل ما بحضر بتبقى التحضيره بالنسبه لي اسهل. وهقول لك حاجه، حاليا دلوقتي الحمد لله الشغل اكتر، مسؤوليات الحياه اكتر، والتمرين اكتر، وفي نفس الوقت بنحضر. فهي ملهاش دعوه، انا عايز اقول لك هي ملهاش دعوه بالتحضيره نفسها، هي لها دعوه بيك انت كشخص. انت كشخص هتاخد الموضوع على قلبك وبصدر رحب كده، وما تخليش بالاخر دماغك هي اللي تسوقك فيه، ولا ايه بالظبط؟ بس مشاكل الحياه وضغط الحياه او ضغوطات الحياه طبيعي ان هي تحصل لاي حد، بس لو فكرت فيها
التحضيره ذات نفسها هي المفروض ان هي ما تحطش عليك ضغط، هتحط عليك ضغط جسدي ده طبيعي 100%، لان كمال الاجسام اصلا مش لعبه هيلثي، مش لعبه رياضيه. بس ان انت توهم نفسك ان انت تعبان ومفشوخ وكذا وكذا وكذا، طبيعي ان انت تبقى تعبان شويه. انت تاني انت بتعمل او بتمرن رياضه مش صحيه حرفيا يعني، بس انت بتعملها وانا بعملها عشان احنا بنحبها، ان دي كده حاجه على الجنب يعني. فاي حد يقول لك عكس كده صدقني هو بيوهم نفسه، هو بيوهمك. انت مش هتعرف غير لما تجرب. ونصيحه، ما تحطش الموضوع في دماغك 100%. خد الموضوع واعتبر ان هي رحله، وانت مبسوط بالرحله، بالحلو اللي فيها والوحش اللي فيها. ما تفكرش في اي حاجه تانية، واسحل نفسك، اسحل نفسك في حاجات في حياتك. صدقني وبقول لك من تجربه، تالت مره يعتبر احضر، اول مره كانت فوتوشوت، دي تاني بطوله بقى. صدقني الموضوع اسهل من اللي انت شايفه بكتير، من الموضوع اسهل من اللي انت بتشوف الناس بتعمل. يعني انا بجيبها لك سكه ودغري كده. هتقول لي طب ما لعيب كمال الاجسام والحكايه دي ولا باشا، لعيب كمال الاجسام ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بياكل وبيتنفس كمال الاجسام، الا شويه منهم بصراحه يعني بدون ذكر اسامي. والشويه دول عايز اقول لك بيبقى الموضوع بالنسبه لهم سهل. ليه؟ لان هم عارفين اللي فيها، ان هم من الاخر عارفين ان كلها محصله بعضيها. فانا بقول لك الكلام ده عشان لو انت شخص هتحضر او ناوي ان انت تنشف او ايا كان، ما تفكرش في الموضوع بالطريقه دي. ولو هتفكر في الموضوع بالطريقه دي ما تشتكيش، لان انت اللي اخترت ده بنفسك. هو ده الفلوج يا شباب، نقوم بقى كده عشان نبتدي بقى ننسى. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ولو في حاجه عاوزين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت. تعالى يا فلفل بقى نمسي على الناس دي كده، وكان معاكم سيف الضوء فلفل من ايفولف. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم. حط بقك على الكاميرا يا فلفل.